بتضرب ايه يا حبيبي؟ بتضرب ايه؟ هو والله ما فاهم. تصلي الجمعه، طفل يعني بخبرتي كده في المجال طب الاطفال، حوالي من سنتين لثلاث سنين، جاي ولابس الجلابيه وجاي المسجد ما شاء الله اللهم بارك. فبعد كده الطفل عيط، قام ايه الاب اتكسف، عمل له كده عمل له كده. طيب عيط تاني، قام برضه مش عارف، قام عيط تاني، قام ضربه. طيب الطفل عيط، انت فاكر ان الطفل لما تعمله كده يفهم؟ فاكر لما تقول له هيسكت هيسكت؟ قام ضربه، قام الطفل عيط، قام ضربه، قام الطفل عيط، يقول له اسكت، يقوم الطفل عيط 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 لغايه لما خده وطلع بيه بره المسجد خالص. طب ليه يا جماعه؟ رقم واحد، الطفل يروح صلاة الجمعة، المدة صلاة الجمعة مهما قصرت، يعني مهما بقت قصيرة، فهي طويلة جدا على الطفل. فلو سمحت، لو الطفل مش مميز وفاهم يعني ايه صلاه وفاهم يعني ايه سكوت، فتره طويله قوي، يعني الاطفال دلوقتي عندهم ملل، اتنشن ديفيسيت، وعندهم يعني التركيز بتاعهم قليل قوي، ومش كله هينام، في اللي عايز يجري، وصلاه الجمعه مش عايزه كده. فلو سمحت ما تاخدش ابنك صلاه الجمعه الا لما يكون مميز. رقم اتنين اللي عايز اقوله، الضرب مش هيجيب حاجه تانية، يعني هو مش هتقول له تضربه فايه فيبطل عياط، هيعيط اكتر فتضربه اكتر. لا، لازم ابقى فاهم ان الطفل ده اشفق عليه، هو مش فاهم، حصل موقف دوت، خلاص مش هضربه، اقول له برضه ما فهمش، قاعد يلعب خلاص. هو دلوقتي مش بيتعامل بالعقل، هو بيتعامل بالعاطفه، بيتعامل باللعب. خلاص بعد كده ممكن اخده اقعد في حته بعيده خالص، ولو عيط انا ممكن احطه او ارجعه البيت او اعمل اي حاجه وخلاص ما نزلش بيه تاني. لكن الحل، طب انت ضربته وبعد الضرب خلى شكله قدام المسجد كل الناس كلها بصت له، عشان ايه؟ عشان السن دوت زي ما قلنا الطفل ما بيتعاملش بعقله، بيتعامل بايه؟ بالعاطفه، وبيتعامل باللهو واللعب.